مساحة، وهنتعلم ازاي نقفلها مع بعض. الصدر الكويتي، هنخيط دلوقتي الصدر الكويتي بطريقة سهلة وطريقة بسيطة. أول حاجة هنا حضراتكم ده صدر الزرار، هيبقى صدر الزرار. هاتني صدر الزرار اهو. أنا شغال على العلامات عشان حضراتكم تشوفوا الشغل اللي احنا كنا شارحينه. ايد قدام المكنه وايد ورا المكنه، بحيث انني اطلع البيت الشمالي رفيع اهوت، وقمت ناعمه يطلع معايا بالشكل ده. ايد قدام المكنه وايد ورا المكنه بحيث القماشه تفضل ثابته. دلوقتي خلصنا من الصدر ده، تعالى بقى نجهز الصدر التاني بطريقه سهله وبسيطه. انا دلوقتي ركبت الصدر ده اهو. حضراتكم انضف شغلي هنا، اخد نص سنتي بس نص سنتي من هنا، ادي نص سنتي تعالوا حضراتكم بقى نجهز الصدر ده على المكوى الاول، عشان لو انت اول مره تشوفه تشوف الطريقه ديت، وان شاء الله هتتبسط منها خالص. حضراتكم حشو الصدر اللي هو الحشو الخفيف بتاعنا بتاع الجلاليب اهوت، عرضها 4 سم، عرض 4 سم. ده جنب مني كده. افرد حضراتكم الاول الخياطه اللي انا اشتغلتها كده حضراتكم، يبقى شغلنا اول باول نضيف ومرتاح اهو. خلصنا كده حضراتكم. كده الصدر ده صدر الزرار خلاص. اقلب القماشه كده، اقلب الصدر بتاعي كده. شوف الطريقه ديت النهارده ان شاء الله هتعجبك. هو قوي في صدر الجلابيه الكويتي وطريقه سهله وبسيطه. انا نصكم اسيب 4.5 سم واخد على 4.5 سم بالظبط. 4.5 سم منين حضراتكم؟ 4.5 من هنا كده، وابدا الزق صدري كده من اول العلامات بتاعتي اهي، واسيب تحت 6 سم وسنتي فوق عشان يبقى صدري من تحت يصفى على 7 سم خياطه. بعد ما يتخيط هنشوف دلوقتي حضراتكم. اشوف الطريقه دي، اسيب ال 4 سم ونص وابدا اشتغل. نص سم ده هتشوفوا حضراتكم يروح فين دلوقتي اهو. حضراتكم اسهل طريقه للصدر الكويتي واجمل طريقه، وان شاء الله هتشوفها وهتتبسط منها خالص. اتني كده حضراتكم اهيت، اخد ده كده اهو. نص سم اللي احنا سيبناه في الاول اهوت. اهو حضراتكم بالشكل ده كده. ابدا بقى هنا افرد جلابيتي كده، افرد الصدر قدام مني على المكوى. هي الفكره ان انا عايزك تبقى انت مشطب شغلك اول باول. لو انا جيت عملت ده كده كده حضراتكم، الصدر الكويتي طلع معايا وبطريقه سهله خالص. بس كده خلاص كده حضراتكم اهوت. حددت كده الصدر بالمكوى كده، اصبح عندي الصدر هنا اهوت. اما اجي اقلب دي كده واعمل دي كده، اصبح الصدر بقى عندي فين؟ في نص البشليك والكسره جت. الفكره اللي انا عايز اقولها لحضرتك
اوصل لحضراتكم ان ده كده مسافه هنا، حتى اما اجي اخلط. دلوقتي انا بنسيب دي طويله ليه؟ عشان تقدر تتحكم فيها ويبقى شغلك كله نضيف. هنشوفها دلوقتي وهي بتتقفل. الصدر ادي الصدر اهوت، اطلع بيه لاخر الحته، بس احنا هنشطب دلوقتي على المكان. ثبتها على المسامير حضراتكم. ادي الصدر كده بعد ما تثبت بالمكوه، ثبتناه، ثبته بدبوس كده لو انا لسه اول مره علشان في الشغل يفك. وثبته كده هو على مكانتي، نقفله مع بعض. لازم ده حضراتكم من هنا يكون الكسره من تحت هنا، الفكره تكون الكسره تحت الحشو بالظبط برضو كل 4 سم، لا تزيد ولا تقل. اهو اجي هنا من النص كده واخد بنط شيمه رفيع، اجي هنا على اخر الصدر اهو الحشوه، اخر الحشو معلم 7 سم. بسيطه وادي كده حضراتكم. هنا حضراتكم ابدا من فوق الاول الحشو، تجيب واحد بس على الحشو اهو. بس هنا حضراتكم ما اجي اقفل هنا كده واسوي كده حضراتكم، يطلع عندي الزرار هنا يبقى كده في نص الصدر بالظبط، طالع مظبوط وفي قيمة القلاب. بصوا الكسرة دي مظبوطة كده حضراتكم، ادي الكسرة اهي حضراتكم، ادي الصدر الكويتي بطريقة سهلة، ادي الكسرة اهي حتى ما تيجي تعملها اهي للاخر اهي لوحدها خلاص بقت اهي كده حضراتكم. الكسر ده الصدر الكويتي وبطريقة سهلة وبطريقة بسيطة. هنركب دلوقتي الجيب وهنشوف حضراتكم الصدر بيتشطب كامل ازاي.